يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، الفيفا بيدي النادي الاهلي حقه ومقامه ووضعه وسط جميع القارات، وبيعفيه من الدور التمهيدي لبطولة كاس القارات للأندية، وبينتظر الفائز من العين الإماراتي وأوكلاند سيتي في سبتمبر، واللي هيفوز كمان هيقابل النادي الأهلي في القاهرة في أكتوبر بإذن الله بحضور 70,000 متفرج. أحسن حاجة الإنصاف بيجينا من ناس اللي بتعرف تقدر واللي فعلا عارفين يعني ايه كرة قدم. اما شوية الناس اللي هنا اللي بيتكلموا يقولك تحكيم ومش عارف ايه والحكايات ديت دولت ولا في دماغنا، لان هم اساسا ما يعرفوش يعني ايه كرة قدم، ولا يعرفوا ولا لعبوا كرة قدم، ولو لعبوها يبقى لعبوها ايام ما كانت شراب او كانت كرة بلاستيك. الفيفا بيقول للنادي الاهلي يا كبير افريقيا وكبير العرب، خليك انت مستريح واستنى الفائز من العين الاماراتي ومن اوكلاند سيتي يجي لك كده ان شاء الله في اكتوبر باذن الله في استاد القاهره، وباذن الله يبقى الفوز من نصيب النادي الاهلي. في حاجه كمان عايز اقول عليها، يا رب كده نشوف تغييرات في قائمة الكابتن حسام حسن، لان برضو في لاعيبه كتير غير لاعيبه النادي الاهلي اللي انا اتكلمت عليها، في لاعيبه في الدوري الانجليزي ما اتخدتش، في ناس كتيره جدا جدا المفروض كابتن حسام حسن يبص عليها.